Expliquez-moi en commentaire s'il vous plaît. Merci. في سؤال دائما نطرحه، يعني لما صار زلزال سوريا وتركيا وهلا زلزال المغرب، هو اللون الازرق يلي عم بيسبق الزلزال، حدوث زلزال بثواني قليله، بسموه الوميض الازرق. كنا نشوفه قبل بالزمان ولا لا؟ يعني هيدي تقريبا صارت جديد انه الكاميرات عم تقدر ترصد هذا الضوء. اليوم الكاميرات عم تكمش كل شيء، وعم تكمش اللون الازرق، وعم تكمش كل الاحداث، بس ولكن له اسراره اللون الازرق. ما راح نفزع العالم، ما راح نحكي اكثر من هيك، بس ولكن له اسراره بكل تاكيد. وكل من قيادات العالم اللي بتعرف اسراره، القيادات البيئيه، العلماء البيئه اللي على مستوى عالي جدا من العلم البيئي بيعرفوا اسرار هذه النقطه، وبيعرفوا ولحد هلا ما بنقدر نحكي الا هذا الموضوع. ما بدنا نفزع العالم، ما بدنا نخلي حدا يعرف اكثر من هيك، ولكن له اسراره. بشدد على نقطه له اسراره العلميه 100%. مين يوم بيمتلك هذا المفتاح؟ اي مفتاح؟ مفتاح هذا السر. هذا السر؟ عدد من علماء البيئه لا يتعدون اصابع اليد بالعالم كله. بالعالم كله لا يتعدون اصابع اليد يلي بيملكوا المعلومات السريه عن هالنقطه، عن اللون الازرق تحديدا اللي حكيت عنه. عندما يوصف هذا الزلزال بان قوته توازي يعني 25 او 25 قنبله نوويه، الى اي مدى هذا التوصيف لقوة هذا الزلزال دقيقة برأيك؟ الأمر يعتمد على حجم القنبلة النووية كوحدة قياس. نحن بإمكاننا أن نقيس القوة التي تحرر نتيجة الزلزال والطاقة الزلزالية التي تنطلق، وهناك مقاييس. طبعا هذه الهزة كانت بمقياس 6.8 على الريختر. طبعا أنا أعرف شيئا عن الزلازل، لكن لا أعرف كثيرا عن القنابل النووية للأسف. نعم، بما أنك تعرف الكثير عن الزلازل، هل فعلا تعتقد أنه كان من المستحيل التنبؤ بهذا الزلزال؟ نعم، أنا أعتقد وأتفق تماما بأن لم يكن من الممكن التنبؤ بهذا الزلزال. نعرف أن هذه المنطقة تحصل فيها الزلازل، لكن في المغرب طبعا أقل حدوثا من تركيا على سبيل المقارنة. لكن كان هناك مثلا في ساحل أغادير في الستينيات من القرن الماضي كان أقل حجما، هذا كان قبل أكثر من 60 عاما، لكنها نادرة. انظروا إلى بعض المساجد التي تدمرت، بعضها عمره مئات السنين، لم تتضرر من قبل لكنها تدمرت هذه المرة. هناك بالإمكان توقع بعض الزلازل، لكن لا يمكن التنبؤ بدقة. نقاط التوتر تتراكم وتتراكم فيها الطاقة، حتى في النهاية تنطلق الطاقة، ولكن لا يمكن التنبؤ بدقة أين سيحصل ذلك على وجه التحديد. بالنسبه لهذاك النهار ما كنتش كنتوقع بصفه نهائيه انه غادي يوقع هكاك. يعني انا كنت جالسه حدا الدار ما بين عليا، كنا جالسين كيف ديما. شويه جا واحد الضوء اللي مفاجئ، ما عمرني شفت بحاله بصفه نهائيه. يعني واخا تقول البرق ولا سميتو، ولكن ما عمره ضرب بحال هكا. كان واحد الضوء اللي زرق صافي واحد 30 ثانيه، يعني 30 ثانيه كلشي كنحسوا بالارض كلها كتهز وكتحط. صافي المهم كلشي خرجنا لبرا، طاحت الدار. صافي المهم بقينا جالسين، الناس كلشي كيغوت. من بعد واحد دقيقه بحال هكاك توصلنا بالخبر نتاع جدي وجده ماتوا. لا، هاد الضوء اللي شفت اخويا ما عمرني شفت بحاله بصفه نهائيه. اول مره كنشوف بحال هكاك، اول مره. واحد الضوء اللي زرق بزاف، يعني بحال كنتي شاعل الضوء، لا كنتي شاعل البولات بزاف وكان زرق، فهمتي؟ يعني فرمشت عين ضرب وحيد. كنت خارج على برا كنسقي شي زويتينات، واحد شويه ضرب هذاك سميتو مثلا بحال البرق، ضرب حيد واحد 30 ما كاملاش، واحد 20 ثانيه ولا صافي بدا هذاك الشيء تترعد الارض. هربنا مع خلينا الوليدات في الدار وداك الشيء، دخلنا عتقنا اللي بغى يتعتق. ملي خرجنا لبرا الديور ديالنا كلها هما رابو، ما بقى باقي فين نسكنوا، ما بقى. انا كنت مريح كنشوف في الارض تنتفرج في التليفون، ضرب داك الشيء ضرب في الارض، يعني راه واميض
ضرب ذاك الوميض هو يحيد تقريبا واحد قلت لك 20 ثانيه ولا صافي بدات الدنيا كتهز وكتحط. لا داك الشيء باش ما نكونش سميتو. انا في الاعتقاد ديالي مع كنت مريح وكنت حدا واحد الشانطي قدرون، قلت انا تخيلت راسي راه شيرموك جاي وتقلب وانا النوض هربط. تا كنسمع الغواط في الدار عندي عاد سعيت، عاد عرفت بان راه الزنزال هذا الوميض ضرب قدامي، يعني ضرب واحد الضوء بحال كان البرق، بحال كانت الرعده، ضرب ذاك البرق صافي جاني. لم يشهد المغرب زلازل مدمرة كثيرة خلال العقود الماضية، فكيف يتأثر المغرب بالزلازل وما علاقة الصفائح التكتونية في إفريقيا وأوراسيا بذلك؟ ترتبط معظم الزلازل في المغرب بالحركة على حدود الصفائح التكتونية الإفريقية الأوراسية، وهو الصدع التحويلي بين جزر الأزور وجبل طارق، وهي منطقة قريبة من شمال المملكة. غير أن زلزال الحوز الذي تم تسجيله ليل الجمعة السبت ضرب منطقة تقع وسط الصفائح ولا تعرف زلزالا أو نشاطا زلزاليا مكثفا، بعكس مناطق تماس الصفائح كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الحسيمة شمالية البلاد التي شهدت زلزالا مدمرا في العام 2004 وتعرف نشاطا كبيرا يفرز بين الفينة والأخرى ارتجاجات قوية. بحسب خبراء الزلازل الزلزال ضرب مناطق غير معهودة وغير معروفة بنشاط الزلازل حتى في أدبيات الجيولوجيا، والتفسير الوحيد لهذا الزلزال هو أنه على الرغم من أن إقليم الحوز بعيد عن خط تصادم الصفيحتين، فإن الضغوط التي تمارس على الطبقات الجيولوجية بفعل هذا التصادم تؤدي إلى حدوث الزلازل. ويشرح علماء الجيولوجيا أن العامل الأساسي الذي يحدد القوة التدميرية لأي زلزال هو شدته، ولكن ثمة عاملا ثانيا وهو مدى قرب مركز الزلزال من سطح الأرض. في حالة زلزال إقليم الحوز فإن عمق الزلزال كان 18 كيلومترا وهو مستوى قريب من السطح، مما أسهم في زيادة قوة الزلزال مقارنة بزلازل سابقة وقعت على عمق 30 كيلومترا على سبيل المثال. تتحرك الصفيحة الإفريقية بمقدار 24 ملم تجاه الصفيحة الآسيوية، وذلك في حركة مستمرة، وبالتالي فتمت حاجة لبعض الوقت حتى تستقر هذه الصفائح التكتونية عقب وقوع الزلزال.